السلام عليكم. اليوم دبارتنا شربة شعير، حطينا الكلافس في الكوكوت، عملنا قطعنا راس بصل جويد، قطعنا حبة طماطم، فوحناه بفلفل أحمر كركم فلفل أسود، ونزلنا عليه بالماء، وبعدين سامحوني وعود قرنفل، حبيت عود قرنفل، وحطينا الماء وبعدين حطيناه على النار يغلي. بعد ما غلى عبينا تقريبا فنجان إلا ربع من الشعير، شربة شعير، وحطيناها في الصلصة اللي تغلي، وبعدين زدنا شوية زيت زيتون حوالي ملعقتين كبار وخليناهم رجعناهم يغليوا، وبعدين هذه النتيجة النهائية. فوالا نزينوها من الفوق، نعملوا لها شوية ديكور بالطريقة اللي تحبوها. فوالا شوية حبيت كابر. وإذا عندكم أفكار أخرى فما حتى إشكال، أمور كل واحد إذا عنده رغبة في حاجة يزينها من فوق يزينها. فوالا هذه هي ريحتها تشهي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وحبيت تكون وصفة يعني سهلة بسيطة، يعني في متناول أي شخص ممكن يعملها. وهذا هو، وإفطاركم شهي. ما نقدرش نذوقها لأنه الأذان لسه ما أذن. هذا هو، حافظوا على صحتكم ومع السلامة.